من الأمثال السودانية يقول دجاجة مبشر ولا ذبيحة مكشر. بعض الناس والله لو يحط لك خبزة وجبنة وتقعد عنده كأنك أنت أسعد إنسان بالدنيا. ليش؟ لأنه شرح مرح مبتسم، ما يغثك، ما يحسسك أنك أنت جاي بوقت غير مناسب، مرتاح عندك، يعني شيء بساطة. ولا ذبيحة مكشر يحط ويتكلف، لكن لا جيت عنده متضايق مكتوم، تلقى قاعد أعوذ بالله يعني بحزن بضيقة، تبي بس هالعزيمة تخلص، خصوصا بالزمن هذا. الناس مين محتاجة، لا ولا جوعانة ولا بحاجة أكل، الحمد لله متوفر الخير والنعمة، لكن الناس تبي ملقى، تبي بشاشة، تبي رحابة صدر، تبي إنسان هين لين بسيط يرحب بضيوفه، يبتسم بضيوفه. بعض الناس نسلم عليه أعوذ بالله تشوف بوجهه الخدامة منحاشة واللمبات مكسرة وإيجار البيت وعليه قرض. أنا ما أحل المشاكل هذه، لكن آخذ عنك انطباع سيء. ابتسامة في وجه أخيك